السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم معنا في قناة شيوات بيتية. قبل ما نبدا وصفة اليوم ما تنسوش الاشتراك ديالكم معنا. وصفة اليوم ان شاء الله غادي تكون بسيطلات بالدجاج واللوز. غناخدو دجاجة من عبار ديال 2 كيلو ونص تقريبا. غادي نشدوها ونقردوها مزيان طروفة على هاد الشكل هذا ونديروهم في قاميلة. من بعد ما نستفوهم في القاميله غادي نزيدو عليهم القزبر والمعدنوس، 3 الوريقات ديال سيدنا موسى و5 الفصوص ديال الثومه، نحكوهم مزيان على الدجاج ديالنا. من بعد ما نحكو كاع الفصوص اللي عندنا غادي ناخدو الملح على حسب الذوق، وناخدو معلقه تاع سكينجبير ومعلقه تاع خرقوم صفر ونص معلقه قرفه ونص معلقه مروزيه. من بعد غادي ناخدو بصله مشلطه وربع كاس ديال الزيت وربع معلقه تاع السمن. ومن بعد ما يطيب هذاك الدجاج كامل غادي نشدوه ونفرتوه على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا فيه. صافي حتى كيولي على هذا الشكل هذا مفرتش مزيان. من بعد غادي نصايبو الدغميره ديالنا. من بعد ما طاب الدجاج ديالنا خدينا هذيك الدغميره ديالو وضفنا عليها 3 البيضات ودرناها فوق البوطه وبقينا كنحركو حتى نشف هذاك الماء، عطاتنا هذا الشكل هذا. من بعد وكنبداو في المونتاج ديال البسيطلات. بالنسبه للوز طحناه درناه في الهاشوار وطحنا معاه السكر والقرفه باش كيعطينا هذاك اللوغو زوين ديال البسطيله. من بعد بدينا كنمونطيو في هذا في البسيطلات ديالنا، كنديروا طبقه ديال الدجاج، طبقه ديال الدغميره ديال الدجاج وطبقه ديال اللوز مع السكر والقرفه. صافي وكنمونطيوهم وكنعاودو عاوتاني نمونطيوهم بورقه ديال البسطيله اخرى باش ما تحلش لينا من تكون كطيب. صافي وكندهنوها بالزيت من الفوق. صافي وكنبقاو غاديين في البسيطلات حتى كنكملوهم كاملين على هاد الشكل هذا. كتاخدو ملي كتبغيو ديروا دوك العبار ديال البسيطلات كتاخدو هكا مولات ديال الحديد صغيورين، ولا هكا شي غلاقه ديال قرعه ديال الشكلاط ولا شي حاجه تكون صغيره هكا باش تقدر تمشي على عبار واحد، وكيجيو على هاد الشكل منظمين وزويونين. صافي ومن بعد ملي كنساليوهم كنستفوهم كاملين في اللاطه وكندخلوهم يطيبوا وكيجيو على هذا الشكل النهائي. كندهنوهم شويه بالعسل من الفوق ونديروا عليهم اللوز وبالصحه والراحه. وباي باي عليكم.